بص يا ميادة، انا مش لعبه تلعبوا بيها. خرجيني بره حواراتك انت وعلي دي. اللي ابويا وامي قالوا لي عليه ده انا مش هعمله خالص. لا عاش ولا كان اللي يقول عليك لعبة. انت راجل وسيد الرجالة يا سيف. طب ما سألتش نفسك انا طلبت اتجوزك ليه؟ عشان تنتمي من علي. غلط. انا ست معايا قرش وحلوة وزي القمر، يعني اقدر اتجوز اجدع راجل في الدنيا. ومع ذلك انا اخترتك انت، عايزاك انت، عشان دماغك دي هي اللي ممشية الشغل. أنا رايداك في حلال ربنا، مش بس عشان تبقى جوزي، لا، عشان أنت تستحق تبقى كبير، اسم، براند، وعشان تحط إيدك في إيدي وتكبرني وتكبر المحلات وتكبر أنت كمان. أنا محتاجة لك يا سيف. سمعونا احلى زغروطه بقى. ابو الكباتن، كابتن سعيد، انت فين يا عم؟ يلا بقى وريه احلى شبكه احنا جبناها. هو سيف ما كانش معاكم وانتوا بتجيبوا الدهب؟ لا، قال لي ان هو جاي على هنا. انا اصلي بتصل بيه طول النهار ما بيردش. يا ابو الكباتن صبرك بالله، هتلاقيه بس كان في مشوار مهم. أنا قلبي مش مطمن يا علي. لا يا جماعه، هتقلقونا ليه؟ ده احنا جايين نفرح النهارده. ثانيه واحده انا هطمنكم. ثانيه واحده. يا حبيبي، انت فين يا عريس؟ يا علي سامحني، انا مش هينفع اجي. مش ينفع ايه؟ انا اسف يا اخويا. ليه، هو كان اتفاق عيال ولا ايه؟ انا هتجوز طليقتك يا علي. ميادة. انت اتجننت يالا؟ انت فاهم انت بتقول ايه؟ فاهم يا علي، انا اسف يا اخويا. يعني إيه يعني خلاص كده؟ سيف بعني؟ سيف بعني؟ سيف بعني؟ سيف بعني؟ ليه؟ على فين يا كابتن؟ على فين؟ حقي بنتي يا علي. سيف بعني؟ حقي بنتي يا علي، لو ما بستاهلش ابقى يا علي. مش هينفع يا كابتن، مش هينفع اللي انت بتفكر فيه. ما تصعبهاش علينا اكتر ما هي صعبه. لو انت شايفها صعبه انا اشوفها ازاي؟ يا علي سيف ما كبركش يا كلاي، سيف ما كبركش. وانا مش هعدي اللي عمله بالساهل، والله العظيم ما هعديه. اديني فرصه، بالله عليك بالله عليك، خليني اعمل محاوله كمان. سيف مضغوط عليه، عمره ما يعمل كده من يا علي. ايد عليه، اكيد مش وعيه. حقي بنتي وغلاوتي عندك. اديني فرصه كمان، انا هنزل من هنا ومش هرجع الا لو سيف في ايدي، مش هرجع الا لو سيف في ايدي. حبيبتي يا علي. بالله عليك. علي مش هسيبك تروح لوحدك. سيف بعني؟ سيف بعني؟ ليه يا سيف؟ ليه يا سيف؟ أنا عملت لك شيء؟ ما عملتش حاجة، أنا كنت بحبه بس. ليه يا سيف؟ مالك يا سيف؟ وشك جايب ألوان كده ليه؟ انا قلت لعلي كل الكلام اللي انت عايزاني اقوله له. انا كده عملت اللي عليا يا ميادة. انت كمان لازم توفي بوعدك وترجعي الفلوس لابويا. أنا وعدتك يا سيف، واللي وعدتك بيه هيحصل، بس نكتب الكتاب الأول، وبعدين أنا ومالي لجوزي. وأنا برضو يعني ما يرضينيش إن خالي يتسجن. أنا مش عايزاك تخاف من حاجة خالص، وهتشوف وعد ميادة. سيف، أنت إيه اللي جابك هنا؟ وإزاي تدخل علينا كده؟ أنت فاكرها سويقة؟ البهايم اللي واقفين بره دول همشيهم بسببك يا علي. اللي بره ما لهمش ذنب. اسمع ميادة، انا مش جاي اتشاكل،
انا جاي اخد اخويا وماشي على طول. مش هيحصل. اخوك ده خطيبي وانت مالكش كلام عليه، وبعدين هو مش عيل صغير مستني الاذن منك، وانت اللي مالكش لازمه انت وهو. لو الراجل ده دخل هنا تاني ترموه بره. بلاش تختبر صبر يا مياده. انت ما يرضيكش اقطع عيشنا يا معلم علي، تعالى معايا. يلا يلا من هنا يلا، ابعد. انت هتيجي معايا ولا لا يا سيف؟ قلت لك مش هيحصل يا علي. سيف ده خطيبي يعني راجلي، وانت عارف كويس قوي ان مياده بتكبر راجلها. ميادة خلاص يا ميادة، سيبيني امشي معاك دلوقتي خلاص. قلت لا. تعال ابعد. لو علي خرج بسيف بره بقول لك تعالى، التوفيق مالكوش عيش تاني يا علي. ارجع يا علي طب ارجع. في ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ مالك يا سيف؟ ايه ده؟ ايه يا علي؟ في ايه؟ جاي بتجروا على السيف ليه؟ عاوز ايه من سيف يا علي؟ ده ياخده عشان يصلح الغلط اللي غلطه بحق الراجل الطيب، الراجل اللي ما عملش حاجه غير ان هو فتح له بيته وامن له. ما تفكك بقى من دور الملاك اللي انت عايش فيه ومش لاقي عليك ده يا كلاي، وكفايه بقى ان احنا بنلم وراك البلاوي والمصايب اللي انت عملتها. ريح دماغك مننا يا علي وسيبنا نلم اللي انت بعترته. انت تخرس خالص ولسانك ما يخاطبش لساني. انت قص المصايب دي كلها، انت اللي شربته وضيعته. ابنك الكبير ضيع ابنك الصغير يا معلم منصور. انا في مصيبه اكبر من اللي انت بتحكيه ده 100 مره يا علي. انا فلوسي كلها بتضيع قصادي، انا بصلح الغلط اللي انت عملته. انا اللي طلبت من سيف انه يعمل كده. ايه؟ هتقف قدامي انا كمان يا علي؟ واقف قدام الجن الازرق عشان خاطر البنت الغلبانه دي. انا مش همشي من هنا غير وسيف في ايدي، واللي هيقف قدامي مش هعمل حساب لقمه العيش اللي انا اقسمها معاه. يلا يا سيف قدامي، خليك راجل قدام الناس اللي مستنيينك. انت فاكر نفسك مين يا جدع انت؟ بتهجم على بيوت الناس وفاكرنا هنسكت لك؟ واللي عملته مع الرجاله تحت ده مش هيعدي يا علي. اوعى تكون مصدق نفسك انك هتيجي هنا وتاخد سيف من وسطينا وهنسكت لك. جرايه يا خالي، انت هتسيبه يعمل ما بداله؟ زمان كنتوا مستحملينه عشان كان متجوز بنت اختك، لكن دلوقتي هنسكت له ليه؟ خلاص كلكم اتفقتوا على الشر واذيه الناس اللي ملاش ذنب. الشر هو اللي بيحصل لي يا علي. كل حاجه بتضيع وانا واقف بتفرج. انت ما سبتلناش اختيار. سمعت ولا عايزه يسمعك تاني؟ اوعى تصدق نفسك انك لسه المعلم علي اللي الكل بيسمع له. خلاص ده كان زمان، حقيقتك اتكشفت، افتكرت نفسك انك مننا، لكن انت ابن شارع. تخيل يا خالي انه وقفني في الشارع ويقول لي انه هو من نسل منصور الجوهري. بذمتكوا شفتوا بجاحة اكتر من كده؟ هترد انت يا معلم منصور ولا ترد انت يا حاج المص؟ علي زيه زي ماهر وسيف وهمت يا مياده. علي يبقى ابني، ابن منصور الجوهري. يعني ايه؟ من امتى الكلام ده؟ من زمان، وهو ده السر اللي معلم منصور كان مخبيه سنين. هو اللي خلاك انت واللي زيك ينعتوني بابن الحرام. بس انا مش ابن حرام يا مياده، والله ينطق الكلمه دي تاني مش هرحمه. سيب ايدي، خطيبي وقف وهيدفنك مكانك. علي يلا نمشي من هنا عشان خاطري. الله، السنيورة ما جاي بالشارع هلت علينا. ما هو خلاص بيت الجوهري بقى بيلم. لسانك ما يطوالش، اياك تغلطي فيها. يلا اطلعي بره يا بت، اطلعي وش الفار يا سبب الخراب. احترم نفسك واتكلم عدل. هو مين ده اللي يحترم نفسه يا جرب؟ روح روح كويسه، روح روح. هبقى كويسة يا علي، يلا نمشي. تضرب مراتي؟ انا مراتي حامل. علي سيب اخوك يا علي. علي سيب اخوك يا علي، سيب اخوك. ولادي هيقطعوا بعض قدامي. روح خدي جوزك وتوكلوا على الله. وانت يا علي اياك تمد ايدك على حد من عيالي، انت فاهم؟ انت خصيم اليوم الدين يا ماهر، ورب الناس لو روح جرالها حاجه او اللي في بطنها ما يكفيني فيك عمرك. يلا يا علي يلا. خالي، أنا بكرة كاتبة كتابي على سيف. ما تصبري مياده شويه. بقول
بكره كاتب كتاب يا عدسي.